خاصة جدا تستقبل كالعادة بهذه المناسبة الكريمة وبين أحضانها أبناء من الشقيقة الجزائر للمشاركة في هذا المهرجان. الجمعية الثقافية ابن باجة من مدينة مسغانم الحبيبة، والجمعية الثقافية الموسيقية بالخوجة من مدينة وهران الباهية. معنا الدكتور سيدي محمد فوضيل بن كريسي، تفضل. هذه كلمة مقام من ذكرتها كلي زي سورسوتي. لا المقام هذا شكل يخصص الموسيقى الشرقية. الشرق العالمي ما عندنا مقامات. احنا عندنا في المعمول في المغرب العربي نهضروا بالطبع. هذه ملاحظة مهم كما في مصر ولا في سوريا ولا يتكلموا بالمقام ما يعرفوش الطبع. عندي انا ملاحظة في التعليم. انا بديت ندرس الموسيقى الأندلسية في 1973. نعم دكتور. يعني عندي تجربة شوية في التعليم. الطفل من يدخل الجمعية يتعلم اللي ما زادش في المنبع الأندلسي اللي كان صغير ويكون عائلته تحب هذا الشيء وتمس هذا الشيء ما ينجحش. شكرا. ولكن هذه الظاهرات تاع المدح، في المدح كاين اشكال. كاين كما كان يقول في الشعر الملحون سيدي عبد الله الخلوف، كاين في الحوزي كاين في مدح الزوي يعني صوفيه يعني سماع هذه السهله يقول كما كان يقول القلفاظ وانا موافق معاه 100%. ولكن الشيء اللي راه يروح دروك راه نفقدوه هي المدح المصنع. يعني النوبة هو مدح، وهو كلمة أندلسي الشعري ولا كيتخدم على البوصيري. كاين نوبات موجودة عندنا في الجزائر بالمصدر تاعها وبطريقة ولكن كلمات دينية محض. وهادو الاشخاص اللي ما بقاوش بزاف. كما حنا في الجزائر راهم الناس اولو دو بروندر لا نوبة تاع نقولوا اندلسيه الاولى كانوا يروحوا للرهاوي لا بلو فاسيل. من بعد الرهاوي ولاو يروحوا للحوزي ولا العروبي. ومن بعد دروك الناس اللي تروح للملحون. مثلا وصلنا للشعراء يعني تاع الزوي. تبارك الله هذه المعلومات، تبارك الله. أشقاء من دارنا، من البيت بيتنا الدار الجزائرية والبيت الجزائري، هؤلاء الإخوة جاءونا لستين الأواصر، جاءونا تلبية لدعوة وجهناها لهم، جاءونا من أجل الرفع، وأقول الرفع من مستوى التظاهرات الفنية الثقافية التي دأبت مدينة الجاع على أن تشهدها، وتحقق ذلك لأن المشاركة من الإخوة الجزائريين كانت مشاركة فاعلة وفعالة، كانت مشاركة طيبة ارتقت بمستوى الممارسة الناطية إلى تلك الرتبة التي كنا نتمناها، وتحقق ذلك، وهذا فضل هم أهل الله ونحن نستحقون. ها أيها الإخوة الجزائريون الأشقاء، وأنتم سفراء خير وسفراء فضل. وعلى فكرة أنا لم أكن أعرف بعض الجمعيات، ولكن الفضل يرجع للذين دلونا على هذا، وعلى رأس هؤلاء الجمعية الموصلية التي كان لها الفضل في أن تحرص الحرص كله على حضور هؤلاء الأشقاء. كانت رغبة منهم وكانت استجابة من المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، وما كان على وزارة الثقافة إلا أن تتقبل بصدر الرحب كل ما اقترحناه عليها. قالوا بارك الله في خطاكم، allez-y, faites ce qui vous paraît le bénéfique, le mieux, et nous avons choisi, notre choix était sur la bonne voie, رحمه الله وكان عازفا على العود. هذه الصورة سقطت الجمعية الأندلسية في أول عيد عرش للمغرب سنة 1933، وقد دعي لها الشيخ العربي بن طاري رحمه الله، وها هو يتوسط مجموعة الفنانين وأعضاء الجمعية الأندلسية.
وفي أقصى يسار الصورة يقف الأستاذ محمد بن إسماعيل رحمه الله، وعلى يساره إحدى الأوروبيات المعجبات بالموسيقى